أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار، إلا دينار أرصده لدين علي. متفق عليه. قوله ثالثة أي ثالث ليلة، وقوله أرصده أي أعده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ فقال: أما وأبيك لتنبئنه أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، وفي رواية لمسلم: وتأمل البقاء، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان. متفق عليه. قوله لتنبئنه أي لتخبرن به. وقوله شحيح أي بخيل حريص على المال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان، لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه، وفي رواية: وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل، وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا. أخرجه مسلم. قوله بفلاة أي بمفازة وقفر. وقوله حرة: الحرة أرض ملسة فيها حجارة سود. وقوله شرجة أي مسيل الماء من الحرة إلى السهل.
وقوله بمسحاته: المسحاه مجرفة رأسها من حديد. عن عمير مولى أبي اللحم رضي الله عنهما قال: كنت مملوكا، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال: نعم، والأجر بينكما نصفان. أخرجه مسلم. عن عمير مولى آبي اللحم رضي الله عنهما قال: أمرني مولاي أن أقدد لحما، فجاءني مسكين فأطعمته منه، فعلم بذلك مولاي فضربني، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فدعاه فقال: لم ضربته؟ فقال: يعطي طعامي بغير أن آمره. فقال: الأجر بينكما. أخرجه مسلم. قوله أقدد أي أشق طولا. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك. متفق عليه. قوله لا تحصي أي لا تعطي مالك الفقراء بالعد والقلة. وقوله فيحصي الله عليك أي يعطيك الله القليل. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: أرضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك. وفي رواية للبخاري: لا توكي فيوكى عليك. متفق عليه. قوله أرضخ الرضخ العطية القليلة. وقوله لا توعي أي لا تمانعي مالك في الوعاء عن الفقراء. وقوله فيوعي الله عليك أي فيمنع الله عنك نعمه. وقوله لا توكي أي لا تشدي على ما عندك وتمنعيه.